لان انت من بعد شهر 12 حياتك هتتغير حرفيا. اللي بدأت في شهر 11 وجابت مجاميع عالية ودخلت كليات كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعة 2025، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعة 2023. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده هيفيد بنسبة 90% للناس اللي مراكمة، الناس اللي لسه ما بدأتش، الناس اللي عليها مواد لسه ما ذاكرتهاش. الفيديو ده هيفيدكم جدا وهبقى مركز جدا معاكم واقول لكم تعملوا ايه، وهحكي لكم قصص الناس اللي بدأت في شهر 11 وجابت مجاميع عالية ودخلت كليات قمة. قبل ما ابدأ الفيديو بس عايزك تقدر تعبي وتعمل لي لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو لاصحابك اللي لسه ما بدأوش، تكتب لي كومنت حلو يخليني استمر. رقمات الثانوية العامة ناس كتيرة جدا بتقول انا لسه ما بدأتش، انا عليا مواد لسه ما فتحتهاش، انا في مواد كتيرة لسه ما اعرفش عنها اي حاجة، مش عارف اعمل ايه، انا حاسس ان انا يئست، حاسس ان انا ضيعت وقت، حاسس ان السنة بتضيع من ايدي. كل الكلام ده كلام غلط ومن الشيطان. انت الوقت ما ضاعش منك، دي اول حاجة انا عايز اعرفها لك. انت لسه معاك وقت، ما فاتش من الثانوية العامة غير شهرين. طب انت لسه ما بدأتش، طب انت في مواد لسه ما ذاكرتهاش، طب انت في مواد متأخر فيها ولسه ما تعرفش المدرسين يدوا لحد فين. عايز اقول لك انت لسه معاك وقت كبير، ومش معنى الكلام اللي انا بقوله لك ان انت معاك وقت كبير ان انت برضو تضيع وقت تاني وتستغل فرصة ان انت لسه معاك وقت وتبدأ متأخر. لا، انت المفروض تبدأ من اول الشهر ده، لان انت من بعد شهر 12 حياتك هتتغير حرفيا. الثانوية العامة قبل شهر 12 بتبقى حاجة، وبعد شهر 12 بتبقى حاجة تانية، لان الدنيا بتختلف خالص. في مدرسين على شهر 2 وشهر 3 بيبقوا مخلصين المناهج وقاعدين بيراجعوا، في مدرسين بيزودوا من الامتحانات الشوامل بعد شهر 12. فلازم تبقى انت من اول الشهر ده لسه معاك شهر 11 كله ومعاك شهر 12 كله، لسه معاك وقت تذاكر. لو عليك تراكمات تخلص منها، لو انت عليك مواد لسه ما فتحتهاش تقدر تذاكرها وتقدر تجيب فيها مجاميع عاليه. انا اللي انت لسه ما بداتش حاجه من الاثنين، يا اما انت مش منظم وقتك يا اما انت بتكسل، هما حاجه من الاثنين دول. لو انت مش منظم وقتك هقول لك انا عامل فيديو كامل ازاي تنظم وقتك في الثانويه، ازاي تقسم اليوم لو انت اونلاين او انت سنتر، الاثنين مكلمك في الفيديو. هتلاقيني سايب لك الفيديو ده يا في علامه اي هتظهر فوق، يا هتلاقيني سايبه لك تحت في الوصف بتاع الفيديو، خش اتفرج عليه هتتعلم ازاي تنظم وقتك. لو انت انسان بقى كسولي ولسه لغايه دلوقتي مكسل، احب اقول لك انت لازم تبدا الفتره دي، لان انت الفتره الجايه لو ما بداتش هتخش حرفيا في مدعكه الثانويه ومش هتعرف تعمل حاجه، وساعتها فعلا هتبقى مزنوق في الوقت ومزنوق في المواد، مش هتعرف تحل المشكله دي نهائي. فانت معاك وقت من اول شهر 11 ده انك تبدا في التراكمات اللي عليك، سواء انت مراكم ماده 2 مراكم الثانويه العامه كلها، ابدا وابدأ مذاكرتك، ابدأ حفز نفسك، ابعد شوية عن كلام الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعظكم الفقر. الشيطان عايزك تبقى كده، عايزك تبقى فاشل، عايز يحسسك ان انت ضيعت وقت وما يستحقش ان انت تجيب في الثانوية العامة دي مجموع. لا، انت لسه معاك وقت ووقت كبير جدا تقدر تذاكر وتقدر تراجع وتقدر تحل امتحانات وتقدر في اخر السنة كمان تجيب مجموع. بس انا اللي محتاج اقوله لك ابدأ طريقك. لو انت لسه ما بدأتش ابدأ طريقك. بالنسبة للناس اللي بدأت مواد عادي والدنيا ماشية معاهم تمام بس عندهم مادة او 2 مراكمينها، احب اقول لك هتبدأها امتى؟ يعني انت ماشي حلو كمل طريقك حلو، ما تقعش في النص. اصل انا مش عارف اذاكر المادة، اصل انا مش عارف احل فيها، اصل انا مكتئب منها. مش حاجة اسمها كده، يعني ما تخليش كلامك كله يبقى كده عشان ما تحسسش نفسك بالفشل. لا، انت تقدر تذاكرها وتقدر تجيب فيها مجموع، بس انت مش بتذاكر بالطريقه الصحيحه. طب ايه هي الطريقه الصحيحه؟ خش يا عم اتفرج، اكتب طريقه مذاكره الماده الفلانيه، طريقه مذاكره الماده الفلانيه، طريقه حل اسئله الماده الفلانيه. هتلاقي ناس كتيره كويسه زيي وزي ناس كتيره جدا بتعمل فيديوهات كويسه وبتفيد الناس. بس انت ابدا ودور واسعى. طول ما انت بتسعى طول ما هتلاقي ربنا بيكرمك. طول ما انت كسول وعمال تحبط في نفسك ومش عارف اذاكر، مش عارف ابدا منين، مش عارف احل، لا غلط، مش ده الصح. الصح ان انت تبدأ وتسيب الباقي على ربنا. يا رب ساعدني، يا رب قويني. انت تعمل اللي عليك وتدور وتسعى، هتلاقي كرم ربنا جاي لك. برضه للناس اللي بتحط في نفسها حتة الاكتئاب، انا مش بحل الامتحانات صح، انا بجيب درجات وحشة، درجات الشوامل بتاعتي زي الزفت ومش بعرف احل فيها. عايز اقول لك ان دي حاجة عادية، والله حاجة عادية. مش صح ان انت في اول كام شهر في الثانوية العامة تمتحن امتحانات وتقفل فيها، دي مش حاجة صح. اغلط مفيش مشكلة، واغلط مرة واثنين وثلاثة واربعة، بس هي الفكرة بتتعلم من الغلط ولا بتقع فيه. مش مشكلة تغلط في الامتحان كله وتجيب 0%، بس هل ال100 خطأ ده انت متعلم منه ولا خلاص انا خلاص غلطت بقى وفكك من الامتحان انا اكتئبت من المادة؟
ده مش صح يا جدعان، والله اللي انتوا بتعملوه ده مش صح. انت غلطت 100 سؤال، ال 100 سؤال ده انا اشوفهم ايه اللي انا غلطت فيه، اتعلم من 100 غلط بتاعي. لما هيجي لي بعد كده سؤال شبهه مش هغلطه، وهكسب درجات مع الوقت. فانت عادي ان انت تجيب درجات وحشه، عادي ان انت الدرجات تبقى واقعه منك، بس اتعلم بقى من الغلط بتاعك. انا جات لي دلوقتي مثلا القطعه دي في العربي في كذا حاجه ما خدتش بالي منهم، المره الجايه لما تجي لي حاجه شبهها اخد بالي منهم، اخد بالي من الاسئله، اركز في قرايه السؤال. هلاقي نفسي مع الوقت غلطاتي عماله بتقل، غلطاتي عماله بتقل، غلطاتي عماله بتقل، واحده واحده، وشهر ورا التاني تلاقي نفسك في شهر 5 وفي شهر 4 بتحل امتحان كامل في ساعه والدنيا تمام، ما عندكش فيه غير غلطتين. ده اللي المفروض يحصل. انما تقعد تحبط في نفسك، مش عارف احل، درجاتي وحشه، كل الكلام ده غلط، والله مش صح. ان شاء الله في الفتره الجايه دي هحاول اعمل لكم خطه انقاذ شامله. لو انت واقع منك ماده 2 3 7 مواد، هعمل لك بعون الله خطه انقاذ ازاي تعرف تراجع كل المواد دي، وازاي تحل عليها اسئله قبل شهر 12. اديني بحذر هو كمان في الفيديو، لو شهر 12 خلص وانت لسه عليك درس واحد متراكم، اقسم بالله ما هتعرف تذاكره. الحياة بعد شهر 12 في الثانوية العامة بتختلف، لازم تبقى مركز فيها، ولازم تبقى بتسابق مع الناس، مش لسه ورا بتحضر في نفسك. الفترة الجاية دي هحاول اكثف جدا من الفيديوهات، لان انا عارف ان انتم محتاجين فيديوهات كتيرة جدا. ادعوا لي ربنا يقويني. الفترة الجاية دي هكثف من الفيديوهات على قد ما اقدر، واحاول كل اسبوع انزل لكم فيديوهين بحيث ان انتم تستفيدوا والدنيا تتلم معاكم قبل نهاية شهر 12. ده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. ربنا يا رب يوفقكم وتحاولوا نفسكم فيه. السلام عليكم يا وحوش.